مساء الخير، يسعد اوقاتكم جميعا. معكم رهف النحلاوي. اليوم حبيت شارككم من مطبخي السوري طريقة تحضير أكلة الشيخ بلبن أو الكوسة بلبن حسب كل دولة ومسمياتها. نحن عنا بسوريا اسمها الشيخ بلبن. تابعوا مع مني لنهاية الفيديو حتى تشوفوا كيف طريقة تحضيرها. بسم الله الرحمن الرحيم. هلا أول خطوة أنا حابتدي فيها هو حشي الكوسة. هون في معملني كيلو ونص من الكوسة، حافرتهم وغاسلتهم ومجهزتهم، وهون معملني نص كيلو من اللحمة المفرومة الناعمة. قليتهم وحطيت لهم فلفل وملح وانتظرت عليهم لحتى يبردوا مشان اقدر احشي الكوسة. وهلا بحشي الكوسة بهي الطريقة، بحط اللحمة فيها، بحاول خليها فاضية شوي من فوق، ما بحشيها للآخير الآخر. هلا نحن هون في عنا طريقتين، سبحان الله كل بلد وإلها عوايدها. في ناس بتحشي الكوسة بعدين بتقليها، وفي ناس بتقلي الكوسة بعدين بتحشيها، بس أنا بصراحة بحب أحشيها بالأول بعدين أقليها، لأنه بحس الكوسة هيك بتكون ماسكة مني وبستحكم أحشيها. أما إذا قليتها بالأول بتلاقيها هيك لزقت على بعضها وبتصير بتعذب كتير بالحشي. هيك بحسها إنه بتضلها كل حبة بحبتها ومتماسكة كلها مع بعضها. وهلا بكمل حشي الكمية بهي الطريقة. وهلا بعد ما خلصت من حشي الكوسة وصارت الكمية جاهزة لحضر اللبن اللي هو الزبادي. هون في معملني كيلين ونص من اللبن، بدي اخفقهم بالخلاط بهي الطريقة. رح اخفقهم على وجبتين لانه الخلاط ما بياخدن وجبة واحدة. وهلا بخفقهم لمدة دقيقة تقريبا. رح نزلهم هون على طنجرة انا مجهزتها، ورح اخفق الكمية الثانية. بس الكمية الثانية قبل ما اخفقها رح ضيف عليها بيضة. البيضة فيكي تستغني عنها، بس انا بحبها بتعطينا تماسك كتير ظريف للبن، وبيطلع معنا اللبن كريمي، بالاضافة ل3 معالق من الملح. وهلا بخفقهم منيح مع بعض، وبنزل الكمية بعد ما اخفقها على الطنجرة. وهلا رح احضر النشا. انا هون في معملني 5 معالق كبار من هي نشا كورن فلور، نشا الذرة. رح دوبهم بشوية مي، المي فاترة لا سخنة ولا باردة. بضل بحركهم هيك حتى ما يكون في تكتلات من النشا بهي الطريقة. كمية المي بقدرها تقديريا، هيك بده يطلع. وهلا رح انزل بالمزيج اللي حضرته على اللبن. طبعا بحط منخلة مشان اضمن انه ما ينزل اي شوائب بقلب اللبن وضل محافظة عليه. وهلا بخفق المكونات كلها مع بعضها. طبعا نحن هذا شغلنا كله على البارد، لسه ما حطينا شي على النار. وهلا بدي اقلي الكوسة. حضرت طنجرة وحطيت فيها زيت نباتي، بستنى على الزيت ليحمى مشان نزل الكوسة وقليها. وبعد ما حمي الزيت رح انزل الكوسة، بس بدنا ننتبه منيح مشان ما يطرش الزيت لانه كتير حامي. طبعا النار بدها تكون متوسطة مشان ما يحترقوا، وبدي ضل قلب فيهم بالشوكة حتى حافظ عليهم باللون الذهبي. وبس احصل على اللون الذهبي رح طلع حبات الكوسة وحطها بطنجرة محضرتها قدام مني، بصف فيها كل حبات الكوسة بعد ما اقليها. وهلا بعد ما خلصت من قلي كمية الكوسة وحطيتهم بالطنجرة، حضيف عليهم مي مغلية مع معلقة ملح، وبغطي الطنجرة وبتركهم على نار متوسطة لمدة 10 دقايق حتى يغلوا مع بعضهم. بهذا الوقت حشغل النار على اللبن وضل فيهم تحريك مستمر حتى أحصل على درجة الغليان. ما فيني وقف إيدي والنار بدها تكون متوسطة. وهيك مثل ما شفتوا ضليت تحريك مستمر لحتى حصلت على درجة الغليان. مجرد حصلت على درجة الغليان بوقف ايدي عن التحريك، شايفين كيف؟ وبوطي النار بنوصها لأنوص درجة. ولازم كثافته هيك تطلع معملنا، ما شاء الله طالع كريمي. انتي مشان تتأكدي من كثافته اذا مريء او سميك لازم يلبس معملنك على المعلقة بهي الطريقة. اذا لبس هيك على المعلقة معناتها كثافته مزبوطة، بيطلع كريمي وما احلى. وهلأ حنزل الكوسة عليه واتركهم يغلوا على نار نايصة لمدة 10 دقايق لربع ساعة، وبيكون جاهز معملنا. هلا بعد ما تركتهم يغلوا لمدة ربع ساعة لحتى تشربوا بقلب بعضهم، هلا هيك صار فيني اسكبهم وصاروا جاهزين. بطفي النار، بحاول اسحب حبات الكوسة بهدوء وبصفهم قدام مني بأي صحن أو جاط أنا محضرته، مثل ما قلت لكم بهدوء مشان ما تفتح معنا حبة الكوسة. وهلا بعد ما صفيت حبات الكوسة حطيت اللبن فوقهم. وهلا حزين الوش باللحمة المفرومة الناعمة والمكسرات. أنا خليت شوية لحمة من اللي حشيت فيهم الكوسة مشان زين فيهم الوش، وحمصت شوي من اللوز كمان مشان استخدمه للزينة، بيعطينا طعم كتير طيب. انتي فيكي تستخدمي أي نوع من المكسرات.
وأنا بحب أقدم معملنا رز بشعيرية بيطلع كتير طيب. بالنسبة لطريقة تحضير الرز حتلاقوا رابطها بصندوق الوصف، أنا منزلة إلها حلقة على قناتي. وهيك حبايبي وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم، وصارت أكلة الشيخ بلبن جاهزة للتقديم. اللهم بارك لنا بما رزقتنا. وإن عجبكم الفيديو لا تنسوا تحطوا لايك وشير، تشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس حتى يصلكم كل شي جديد، وانتظروني في فيديو جديد. سلام.